5 ملوك وأمراء اختاروا مصر كمحطة أخيرة ليهم في حياتهم. رقم 1 فيكتور إيمانويل الثالث، آخر ملوك إيطاليا واللي استمر حكمه لمدة 46 سنة. وبعد إلغاء الملكية سنة 46 تم نفي إيمانويل الثالث وأسرته خارج بلده، واختار مصر كمنفى ليه، وده بسبب صداقة قوية جمعته مع الملك فؤاد الأول وابنه الملك فاروق. وتوفى في ديسمبر سنة 1947 ودفن في مدينة الإسكندرية، وفي عام 2017 تم إعادة جثمانه لإيطاليا. 2 الإمبراطور محمد رضا بهلوي، هو آخر أباطرة إيران واستمر حكمه لحوالي 37 سنة إلى أن تمت الإطاحة به بالنظام الإمبراطوري ككل، وده بعد الثورة الإسلامية سنة 79. ورغم تنقل شاه إيران وعائلته لدول كتيرة إلا أنه اختار مصر كمحطة أخيرة ليه لصداقته مع الرئيس السادات، وأقام فيها حتى وفاته في 27 يوليو سنة 1980. وأقيم ليه جنازة عسكرية مهيبة، ودفن في مقابر مسجد الرفاعي ولا يزال يرقد هناك. 3 إدريس السنوسي، آخر ملوك ليبيا واستمر حكمه لمدة 18 سنة حتى تمت الإطاحة به على أثر انقلاب عسكري بقيادة القذافي، واللي كان في 1 سبتمبر سنة 69. واختار مصر كمحطة أخيرة ليه، حيث انتقل إليها برفقة زوجته الملكة فاطمة وابن أخوها الدكتور نافع بن العربي ابن أحمد الشريف السنوسي، وزوجته السيدة علياء ابن غلبون، وسكنوا في حي الدقي حتى وفاته سنة 1983. ولكنه أوصى أنه يدفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة بعد أن نقلت جثمانه طائرة عسكرية خصصتها الحكومة المصرية لذلك. 4 جورج الثاني ملك اليونان، حكم اليونان على فترتين، الأولى من 1922 حتى 1924، والثانية من 1935 حتى 1947. وفر إلى مصر بعد هزيمة اليونان في معركة كريت سنة 1941، وحضر برفقة عائلته واللي كان منهم شقيقه الملك بولس واللي خلفه في الحكم، وابنته الأميرة صوفيا ملكة أسبانيا واللي تلقت تعليمها في مدرسة EGC بالإسكندرية، واستمرت إقامتهم في مصر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 5 الأمير عمر فاروق، هو ابن عبد المجيد الثاني آخر خليفة عثماني تم نفيه ككافة أفراد آل عثمان، وده بأمر من أتاتورك واللي ألغى الخلافة العثمانية وانتقل إلى عدة دول أوروبية. لكنه في الآخر مع بوادر الحرب العالمية الثانية جاء إلى مصر برفقة زوجته السلطانة رقية صبيحة وبناته الثلاثة الأميرات نسل شاه، هنزادة، ونجلاء هبة الله. وكان بيحصل في البداية على مساعدات مالية من الأسرة المالكة المصرية، وزوج بناته الثلاثة من أمراء مصريين، وعاش في شارع الخشاب في المعادي، واللي كان بيقطن عدد كبير من أفراد آل عثمان اللي اختاروا مصر كمنفى ليهم. وتوفى في مصر في مارس سنة 1969، وتم نقل جثمانه إلى تركيا سنة 1977. وبس كده، دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، السلام عليكم.